السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتك بكل خير. أهلا وسهلا فيك في برنامجك ولقائك معي أنا خديجة برهان في برنامجك أنا وأنتي. اليوم رح نتكلم وندردش مع بعض في موضوع التغيير. إيش قصدنا بالتغيير؟ وليش التغيير مزعج؟ وليش التغيير لازم؟ وكيف نحن بنتعامل أساسا مع مسألة التغيير اللي تحدث في حياتنا؟ وليش بعضنا ما بيعرف يتعامل مع الموضوع هذا؟ وليش نشعر بعض الأحيان بالانزعاج والإرباك في التغيير؟ ورح نتناول بعض الأشياء كمان المهمة في مسألة التغيير، مسائل زي دائرة الراحة. إيش مفهوم دائرة الراحة؟ وليش دائرة الراحة هذه هي أكبر عقبة يجب نحن نحاول دائما نحن نقفز من فوقها. التغيير، كلمة تغيير ما يحتاج أن أشرحها، مفهومها واضح بالنسبة لي ولك وللآخرين. طبعا كلامي في التغيير هو حيكون بصفة عامة، ما رح أتطرق إلى جانب واحد، إنما بصفة عامة التغيير إيش معناه، كيف لازم نتعامل مع التغيير. كل إنسان في الدنيا بيمر بمراحل في حياته يتغير فيها من مستوى لمستوى، بدءا من هو صغير إلى ما هو يعني ما شاء الله له أن يشان يعيش في هذه الأرض. لكن الشخص الكبير والبالغ عادة يشعر بالتغيير بطريقة أحسن بكثير من الصغار. عشان كذا احنا دايما نقول الصغار في السن، الأطفال والصغار في السن هم يستطيعوا أنهم يتأقلموا مع أي حدث أو تغيير يصير في حياتهم، لكن الكبار يجدوا صعوبة في التأقلم وتقبل التغيير. السبب اللي يخلي الشخص الكبير اليوم ما يقدر يتقبل مسألة التغيير لأن احنا ما نفهم أساسا كيف يحدث التغيير. أول شيء في شيء اسمه دائرة الراحة. دائرة الراحة أو دائرة الاعتياد والمعتاد والروتين اللي احنا نعيش فيه حياتنا، نصبح زي ما نصبح ونمسي زي ما نمسي، ونعيش حياتنا بروتين معين في منطقة معينة في بيت معين بأسلوب حياة معين. ومو بس نحن ممكن نكون نجي في أجيال بعدنا أو قبلنا هم كانوا بنفس الطريقة، فما يصير فيه خروج عن هذا الواقع وتغيير لهذا الواقع. هذه الدائرة احنا اسمها دائرة الراحة أو دائرة المألوف. فالإنسان عادة في هذه الدائرة يكون متعود على كل اللي يصير، وما في توقعات بأنه رح يصير شيء جديد مخالف لهذا الأمر، وإذا حدث يتم معالجته بسرعة زي الحالات الطارئة أو الإسعاف مثلا. لذلك يجي التغيير عملية صعبة في هذا النوع من الناس، وغالبا أغلبنا نحن نميل لهذا النوع. نحن يكون عندنا روتين في حياتنا، نشأنا بطريقة معينة، تربينا بطريقة معينة، تزوجنا وعشنا بطريقة معينة، وما زلنا بنربي أبناءنا بنفس هذه الطريقة. فلما يجي واحد من الأبناء أو البنات يغير هذا الأسلوب والمفهوم هذا في الحياة، نحن كلنا تقريبا نصاب بالخوف والهلع، لأنه هذا شيء جديد. ودائما نحن نقول لهم ليش تجربوا شيء جديد ما جربناه ما نعرف، وخلينا في السيف سايد، خلونا في النطاق الآمن، ما في داعي نجرب. مع أنه من وجهة نظر ثانية هو عملية التغيير هذه أو التجربة هي بالعكس تخلي إنسان يتطور ويوسع أفقه وفهمه للأشياء في الحياة. من أشكال التغيير اللي احنا نمر فيها مثل انتقال من بلد لبلد. ليش نحن نصاب بالإرباك لما ننتقل من مكان لمكان أو من بلد لبلد أعيش فيه؟ خاصة النساء نحن نصاب بالإرباك الشديد جدا لدرجة نحن ما نقدر نتكلم فيه مع أحد ولا نقول مثلا أنه هذا الأمر مزعج بالنسبة لي. أولا لأن النساء عندهم طريقة مختلفة جدا للتعامل مع التغييرات، لكن في مسألة مثلا التغيير من بلد لبلد يشكل عبء نفسي قوي جدا بالنسبة للمرأة. والسبب أن المرأة في حالة الروتين والاعتياد على أمر معين هي تخلق حولها دائرة من الأمان، الإحساس بالأمان، ما في مفاجآت غير سارة، كل شيء تعرفه، فبالتالي تشعر بالأمان معه. لكن لما تغير من بلد لبلد وبدون التهيئة وبدون الاستعداد لهذا الأمر وبدون دراسة هذا الموضوع بشكل متأني وعميق جدا وعلى المدى البعيد، تصاب بالإرباك. لكن طبعا طبيعة المرأة ما تقول أن أنا أصيب بالإرباك، إنما تحاول
إنها تفهم الواقع الجديد والبيئة الجديدة والمحيط الجديد، فبالتالي يظهر هذا السلوك تبعها على شكل غضب أو عدم انضباط في السلوك أو حساسية مفرطة أو انطواء، لأنه هي خرجت من دائرة الراحة والمألوف إلى شيء ما تعرفه. لكن طبعا لو تم تهيئة المرأة بطريقة مناسبة لهذا الموضوع ودراسته بهدوء والنظر إليه من بعيد ومن قريب ودراسة كل الجوانب الإيجابية والسلبية في هذا الأمر، نلاقيها أنه لما تدخل في مسألة التغيير هذه تنظرها بطريقة أخرى، تنظر لها نظرة أنه أنا رح أتطور، رح أتحسن، رح أكون شخص أفضل. طبعا هذا الإحساس رح يجعلها تشعر بالقوة، رح يخليها تشعر بالراحة أكثر، يخليها تتعامل مع المتغيرات في البيئة الجديدة بعقل وبهدوء وبسلاسة وبسلام. هذا طبعا بالنسبة لسلوك المرأة. والمرأة لها طريقة مختلفة جدا للتعبير عن الانزعاج، يعني مخالف للرجل في مسألة مثلا انتقال من بلد لبلد. الرجل بحكم أنه أساسا دائما عايش برا البيت بسبب أعماله واختلاطه بالناس، فانتقاله من مكان لمكان للعيش فيه أو للهجرة إليه ما بيشكل تحدي كبير، بالعكس هو بيشوف أنه هو مساحة أكبر للطيران أو مساحة أكبر للتطور، مساحة أكبر لتوسيع المدارك وتحسين جودة الحياة. لذلك هذه بيئته الطبيعية، فبالتالي ما بيشعر بالقلق يعني. لكن المرأة تشعر بالقلق. طيب نجي مثلا على نطاق بسيط جدا في التغيير في الحياة. مثلا كثير من الناس مثلا في مسائل مثلا العلاقات الاجتماعية أو الزواج مثلا تلاقيهم ما يدخلوا مثلا على جنسيات جديدة أو على مجتمعات وثقافات مختلفة، أو حتى يكونوا صداقات مع بيئة مختلفة عن بيئتهم. والسبب طبعا تحت مسمى إيش رح نسوي؟ نحن ما نعرف عاداتهم وتقاليدهم، إيش يحبوا إيش يكرهوا، كيف رح نتعامل معاهم؟ رح ننزعج بس، ولو تصادمنا ما رح نعرف نتفاهم معاهم. فدائما في مبرر، والمبرر هذا موجود عقليا في العقل اللاواعي حتى أنه يحمينا من أنه إحنا نخطو خطوة نحو التغيير. طبعا لما نقول التغيير مثلا عنده جوانب كثيرة جدا، جوانب في التغيير في الشخصية، تغيير في المعيشة، تغيير في المهنة، تغيير حتى في القرارات والقناعات. هذه التغييرات كلها تصيب الإنسان بالإرباك. كثير مننا أو الكثير من الناس ما يميل أو ما يحب عملية التغيير لأنه مكلفة جدا، مكلفة من ناحية التفكير في العواقب. وهذا دائما اللي احنا نحاول نحن نبحث عنه ونتغطى من أو نتخفى من خلال البحث عن العواقب لعدم الإقدام على التغيير. فالواحد يقول أنا خلوني زي ما أنا مرتاح، ما عندي ولا مشكلة، تفتح علي أبواب ما أقدر أقفلها. في حين أنه التغيير هذا بهذا الشكل هو من أعظم الأشياء اللي تحدث للإنسان. في مقولة دائما تقول من لم يتجدد يتبدد. من لم يتجدد يتبدد معناها أن الإنسان إذا بقي في نفس الدائرة بدون إحداث أي عملية تغيير في حياته أو أي تطور في حياته، معناها راح يموت في مكانه. لا يكون راح شاف الدنيا ولا شاف إيش في الدنيا ولا توسع علمه ولا عقله ولا مدارك ولا عرف مشاعر جديدة. خلوني أوقف على مسألة المشاعر شوية. التغيرات اللي تصيبنا في مشاعرنا هذه أهم التغيرات اللي تصير في حياتنا، والتغييرات هذه مع الأسف الشديد تصيبنا بالإرباك لأنه إحنا ما نعرف نتعامل معاها. فأنا اليوم إذا كنت متعودة على القلق والتوتر وفجأة صارت حياتي هادئة، راح أنزعج جدا من حالة الهدوء لأن أنا ما أعرف هذا الشيء. وهذا برضو شكل من أشكال التغيير اللي يصير دائما في حياتنا وإحنا ما ننتبه له إنه هو تغيير فقط. أو ممكن أكون أعيش دائما في مشاعر عالية جدا وجميلة جدا، فلما تدخل شوية شوشرة ومشاكل في حياتي ما أعرف أتعامل معاها لأنه هذا تغيير برضو. ودائما التغيير إحنا يحثنا على التغيير هذا شكله يعني مزعج، لكن هو العامل الأقوى لنا والدافع الأكبر لنا للتعلم. اليوم أنا وإنتي لما نبغى نتغير أو لما نبغى نتعلم شيء لازم نلاحظ مسألة التغيير هذه. اليوم لما أنا وإنتي نتعلم شيء جديد معناها أنا وإنتي راح نتغير، ما راح نكون هو نفس الأشخاص أو نفس النساء اللي كنا عليهم قبل هذا الأمر اللي بدأنا نتعلمه. لما نتعلم شيء جديد
معناها لازم أتغير. يتغير إيش؟ يتغير طريقة تفكيري. لما يتغير طريقة تفكيري مشاعري راح تتغير، ومشاعري لما تتغير طبيعي جدا سلوكياتي راح تتغير، وسلوكياتي لما تتغير راح الجميع من حولي راح يستغرب وينزعج من هذا التغيير الذي أصابني أنا. إذا ظليت أنا مستمرة في مسألة التغيير هذه ومصرة عليها وأني أنا ما أرجع لما كنت عليه، راح ينعكس هذا التغيير الذي قمت به من أجل نفسي أنا على الآخرين، فبالتالي راح يدفعهم أنهم يتغيروا. طب ليش يدفعهم للتغير؟ عشان يقدروا يتعاملوا معاكي الآن بشخصيتك الجديدة التي تغيرت من نقطة إلى أخرى. فلاحظ هنا أنه التغيير دفعنا دفعا، أنه تغييري أنا الذاتي دفعني دفعا أنه اللي حولي كلهم يتغيروا. خلينا أوقف معاكي فاصل قصير وأرجع أكمل معاكي هذا الموضوع المهم، فلا تروحي بعيد. رجعنا بعد الفاصل نتكلم عن تأثير التغيير. احنا كنا قلنا أن اليوم لما أنت تبدأي تتغيري وتتعلمي شيء جديد وتتغيري راح يتغير طريقة تفكيرك، ولما يتغير طريقة تفكيرك راح تتغير مشاعرك، ومشاعرك لما تتغير سلوكك راح يتغير. سلوكك المتغير هذا أو الجديد راح يأثر على الناس اللي حولك، فراح يدفعهم دفعا أنهم يتغيروا لا شعوريا عشان يقدروا يتعاملوا معاكي. وهنا نلاحظ أنه التغيير دائما الإنسان يفكر أنه هو اللي تغير، هو الحال ما بيتغير، هو يتغير صح لكنه يأثر على الآخرين ويدفعهم دفعا أنهم يتغيروا. لذلك قبل ما نفكر أنه إحنا نغير من حياتنا أو واقعنا ودائما نبحث عن الأفضل، خلينا نرجع لداخل أنفسنا، نغير أفكارنا وقناعاتنا، نغير نظرتنا للحياة، نغير فهمنا للأشياء، نغير وجهة نظرنا، نشوف الحياة من منظور آخر مختلف. ما في داعي نخاف وننظر للحياة دائما من خلال التربية فقط اللي احنا تلقيناها أو التعليم اللي احنا تلقيناه أو طريقة الحياة اللي احنا ورثناه عن آبائنا وأجدادنا. اليوم أنا أحتاج أني أنا أنظر للحياة بطريقة مختلفة تماما، لأن الواقع مختلف والتحديات مختلفة. التحديات والواقع المختلف هذا يحتاج أسلحة مختلفة، فهم مختلف، وجهة نظر مختلفة. إذا اليوم أنا باختياري ما تغيرت راح تجبرني الظروف أني أنا أتغير. فالأفضل أني أنا ما أنتظر أن الظروف هي اللي تغيرني وتغير واقع وتغير كل شيء، إنما أنا أكون سبقت الأحداث والظروف وتغيرت وصرت أقوى بكثير. هذا التغيير زي ما ذكرت راح يساعدني أني أنا أنضج، وراح أتطور، وراح أكون أكثر سعادة وأكثر قوة وأكثر حكمة. راح أكون أكثر قوة في مواجهة التغييرات اللي دائما تأتي، وحأعرف تماما أن التغييرات لما تأتي هي تأتي بهذه القوة. كوني أنا إنسانة دائما أمارس أني أنا دائما متجددة مع الحياة ومع الواقع، فما راح يخوفني ولا راح يقلقني ولا راح يصيبني بعدم الإحساس بالأمان أي تغييرات تصير في حياتي. أنا وإنتي اليوم كأمهات مربيات نحتاج أن احنا نكون قويات، وقوتنا تأتي من خلال فهم وإدراك معنى التغيير في حياتنا، وأنه التغيير هذا جاي وأنه أساساً قاعد يحدث، وأنه واقعنا اليوم مختلف تماماً، وواقع أبنائنا في المستقبل راح يكون مختلف تماماً. فما في داعي ننظر بالتشاؤم لهذا الواقع ونقول هذا الزمان وهذا الزمان. هذا الزمان مختلف يحتاج أسلحة مختلفة، والزمان القادم راح يكون مختلف، فأنا لازم أكون كمان عندي أسلحة تتناسب مع المستقبل. لذلك الله سبحانه وتعالى دائما يعلمنا في القرآن الكريم أنه إحنا إذا كنا نبغى واقع مناسب تماما لما نحمله، أن لازم أول شيء نبدأ بأنفسنا. الله سبحانه وتعالى إيش يقول؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لما أنت تغيري اليوم وجهة نظرك في الحياة، ولما تغيري قناعاتك، ولما تغيري أفكارك ومفاهيمك بما يتناسب مع كونك امرأة مسلمة، راح تكون النتائج الحياة الواقعية أو خارج الحياة الخارجية اللي تعيشيها مع أبنائك وزوجك والمجتمع متغيرة تماما، تتناسب مع القيم اللي أنت بتحمليها. لكن إذا بقيتي زي ما هي، معناها أنت راح تكوني إيش؟ تدخلي في دوامة التغيير اللي تحدث خارج دائرتك. معناها اليوم تغير أبنائك راح يجرك معاهم للتغيير،
إذا تغير زوجك رح تنجري معاه في هذا التغيير، إذا تغير المجتمع من حولك رح تنجري معاه للتغيير هذا، معناه ما رح يكون عندك هوية خاصة. فالأفضل لي ولك إن احنا نبدأ من الآن إن احنا نبني أنفسنا كأشخاص مرنين مرونة تتناسب مع ما نحمله نحن من قيم وأفكار إسلامية، مع مفاهيم إسلامية، مع أهداف سامية في الحياة. لكن هذا التغيير طبعا دائما لازم نرمز له، أو خلينا نشبهه إنه هو سلاح فقط. يعني التغيير هذا هو عملية أو سلاح في يدي أقدر أواجه فيه واقعي الجديد الذي سوف أعيش فيه. طيب، ذكرت طبعا أنا أنه كثير مننا ينزعج من التعامل مع التغيير، وكمان أكيد أنا وإنت ننزعج من التغيير ده بشكل طبيعي جدا. لكن كيف ممكن أتعامل مع التغيير لما لازم أتغير، لازم يكون يحدث في حياتي؟ أول شيء لازم أسويه مع التغيير أني أنا أتقبل التغيير الذي يحدث، لا أقاومه. معناها إيش؟ معناها أنه أنا قاعدة أتغير، واقعي قاعد يتغير، واللي حولي يقول له قاعد يتغير، وأفكاري قاعدة تتغير، أني أنا أتقبل هذا الشيء وأتعامل معاه بهدوء وأفهمه، وأفهم كيف أقدر أني أنا أوظفه لصالحي أنا. لأني أنا لما أرفض هذا التغيير رح أنا وهو نتصادم مع بعضنا البعض، ورح أخسر، أنا رح أتعب على الفاضي، ورح يحدث التغيير هذا في حياتي رح يحدث. ثاني شيء لازم أنظر للتغيير الذي سوف يحدث في حياتي وفي أفكاري وفي واقعي بنظرة إيجابية. يعني لا أنظر له أنه هو شر، إنما دائما لازم أنظر له أنه هو خير. الله سبحانه وتعالى أراد لي وجالس يهيئني من خلاله لتوقعات ولمستقبل أفضل ولحالات أفضل، لكن بأسلحة أفضل بكثير. بهذه الوجهة النظر المتفائلة والقوية جدا، أنا فقط أقدر أستخدم هذا التغيير حتى يخدمني ولمصالحي فقط، يعمل لمصالحي أو لصالحي أنا، بدون ما أنظر له باكتئاب. أي سفر مثلا وخروج من مكان لمكان والعيش في مكان جديد لازم أشوف أنه هو فرصة لتعلم ثقافة جديدة ومهارة جديدة ولمعرفة نقاط قوتي وضعفي ولاكتشاف الحياة وتوسع مداركي. خروجي من علاقة لعلاقة جديدة لازم أنظر له أنه هو توسع في مداركي، وأنه الآن مرحلتي تستلزم أني أنا يكون عندي أشخاص جدد، ما في داعي أني أنا أكون في مرحلة جديدة ومعايا نفس الأشخاص القدماء. لما يحدث حالة تغيير في مشاعري مثلا لازم أنظر له أنه هذه مسألة قوة، لأن اليوم إذا كنت أبقى في نفس حالة الشعور معناه أنا ضعيفة. لكن لما تيجي علي مشاعر جديدة سواء كانت إيجابية ولا سلبية، هي تأتي فقط حتى تنبهني وتعلمني أنه كل شيء متغير في هذه الحياة لازم أعمل معاه بشكل هادئ وبسيط وسليم جدا. لما أنا أتغير مكاني والحي اللي أنا أعيش فيه لازم أنظر له بطريقة أخرى، إنه خلص المكان هذا الآن ما يناسبني، مرحلتي الجديدة تستلزمني أنا أعيش في مكان آخر مع ناس تاني. إذا وظيفيا أنا اليوم تركت الوظيفة اللي عمري كله أفنيته فيها وبدأت في مكان جديد، معناها أنه أنا الآن قاعد أبدأ بداية جديدة، فلازم أستقبل البدايات الجديدة بكل حب وبكل إخلاص وبكل هدوء وطمأنينة، لأنه هذه مرحلتي الجديدة. في النهاية رح يكون عندي مخزون هائل جدا من عملية التغييرات اللي تصير في حياتي في خبراتي، يضاف إلى خبراتي الحياتية، وهذا كله رح يزيدني أنا قوة وثبات ورؤية واضحة وحكمة ونضج. وهذه الأشياء كلها رح تساعدني أني أنا أكون أفضل موجه للآخرين لتقبل الحياة كما تأتي، أو للتعامل مع التغييرات في الحياة لما تصير في واقع الحياة. بهذه الكيفية فقط أنا وإنتي نقدر نخرج من حالة الجمود ومن حالة الروتين والرتابة ومنطقة الراحة إلى التغيير الجميل، التغيير المريح، التغيير الهادئ، بدون ما نتصادم معه، بدون ما ننظر له بخوف أو بحذر، إنما بعلم وجهل وحسن ظن في الله سبحانه وتعالى أنه مع هذا التغيير رح يكون في خير كثير، ورح يكون في اتساع كثير، ورح يكون في بركة كثير. بهذا الشكل أنا وإنتي فقط نقدر نستقبل كل التغيرات والمتغيرات اللي تصير في حياتنا إن هي معلم لنا، وإن هي فقط تحديات في الحياة لازم نتعلم من خلالها ونواجهها ونتجاوزها إلى تحديات أخرى حتى تكون حياتنا بإذن الله تعالى من أفضل ما يكون. كنت أنا معك يا خديجة برهان في برنامجك أنا وأنتي في موضوعك الممتع والشيق التغيير ومنطقة الراحة. أتركك الآن في حفظ الله ورعايته، إلى لقائنا القادم، في أمان الله.